السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. شايفين القلقاس اللي زي الزبدة ده يا جماعة؟ طعمه وريحته ما اقولكوش عليها جنان بجد. هعمله لكم النهارده بالطريقة الأصلية، طريقة أمهاتنا وأجدادنا، الطريقة اللي ريحتها بتودي لآخر الشارع. هقول لكم من أول ازاي تختاروا القلقاسية اللي تطلع زبدة كده وطرية، وازاي تجيبوه وتعملوه من أول خطوة لآخر خطوة. شايفين القلقاسية المدورة دي يا جماعة؟ هي دي اللي تجيبوها، ما تجيبوش اللي واخده شكل طولي. طبعا بنجيب معاها السلق وحزمه من الكزبره الخضراء. القلقاسيه دي كيلو وربع تقريبا. طبعا معايا راس توم، والقلقاس طبعا بيحب يتعمل باللحمه، وينفع بالفراخ اكيد، بس الاصل بتاعه باللحمه. عشان نعمل احلى شوربه للقلقاس هجيب معلقه سمنه كده حلوه في الحله واحطها، واول ما تسخن هنزل باللحمه كده في ارضيه الحله، واستنى عليها كده دقيقه لغايه ما تاخد لون من تحت. هقلبها بقى على الناحيه التانية، ودي احلى طريقه للشوربه يا جماعه، تاخدوا اطعم والذ شوربه. النار بتاعتي عالية، وبعد كده اللحمة بتاخد لون من الناحيتين. بنزل بشوية من ورق اللورة، وحتتين اتنين من الحبهان يكونوا مفتوحين، وشوية فلفل أسمر، وشوية ملح مش كتير. وهنقلب كده وشموا ريحة اللحمة الخطيرة يا جماعة. اللحمة اتحمرت اهي، مش محتاجين نحمرها بعد ما تستوي. بعد كده بقى ننزل بالبصل والجزر والكرفس وطماطم، ونقلب كده وندي تشويحة حلوة. طبعا أنا مسرعة، الموضوع ده بياخد حوالي مثلا 10 دقايق كده لغاية ما اللحمة تاخد اللون ده. وفي ال10 دقايق دول بكون غليت حلة مية كبيرة كده، وانزل بيها على اللحمة بقى تاخد صدمة وتغلي. أنا نزلت بمكعب مرق خضار، اختياري أكيد، لو عايزة تحطيه بيفرق برضو، بيدي طعم حلو. وهنسيب بقى يعني اللحمة تاخد وتدي كده وتستوي. هديت عليها النار، المهم انها تكون بتغلي. وعلى ما اللحمة تستوي هنخلص بقى القلقاس بتاعنا. واول خطوة بعملها بجيب السلق، باخد الورقة بتاعته دي كده، طبعا ما بناخدش العروق خالص، وبقطفه بالشكل ده كده. طبعا السلق ده بتشتريه مع القلقاس على طول، ما تشتريهوش من مكان والقلقاس من مكان تاني، هما الاتنين مع بعض من نفس بياع الخضار يعني. بالنسبة لحزمة الكزبرة الخضرا دي زي ما انتوا شفتوا، قطعت الحتة اللي فيها العروق دي، واي عروق برضو بلاقيها يعني بشيلها كده بالشكل ده. مش لازم يعني العروق كلها بالظبط، ولكن على قد ما تقدري شيلي اي عروق في حزمة الكزبرة واحتفظي بالورق كده. هخلص بقى كل الكمية واغسلها مرة واتنين وتلاتة واربعة لغاية ما تنضف، وهقشر كمان راس التوم. وتعالوا بقى دلوقتي اوريكم طريقة يعني تقشيري للقلقاس وتقطيعي ليه بسهولة من غير اي صعوبة، رغم انها قلقاسية واحدة. قسمتها كده يعني التلت والتلتين، وبعدين جبت الجزء الكبير اللي هو التلتين، وليهم قاعدة بقى كده مظبوطة، وقشرتها بمنتهى السهولة. والباقي الحاجات اللي فاضلة في القشرة بشيلها كده، وكده يبقى قشرتها خلاص. اما الجزء التاني اللي هو تلت القلقاسية تقريبا بقشره عادي كده، بيبقى سهل جدا انك تقشريه. نتخلص بقى من كل القشر دوت. والنهارده يا جماعة يعني في ناس كتير بتحب تغسل القلقاس، وناس ما بتحبش تغسل القلقاس، وده اكتر يعني. الناس بيقولوا ما بيتغسلش. لو مش تغسليه يبقى هتمسحيه كويس او بفوطة، وتخليه مفهوش اي حاجة قبل ما تطبخيه. طبعا انا عن نفسي هغسله، بس هقول لكم هنغسله ازاي عشان ما ينزلش اي حاجة. وبعد ما قطعت القلقاس بالشكل المكعبات اللي انتوا شايفينه ده، وبطريقة سهلة جدا، هنخلص بقى كل المقدار وقطعته كده. هغسله غسلة كده بمية سخنة، غسلة سريعة. شايفين ما نزلش اي حاجة خالص. بعد كده هنجيب نص ليمونة. الليمون الإيطالي دلوقتي مالي السوق، طبعا سعره رخيص وحلو. جبت يعني نص ليمونة وعصرتها على القلقاس يا جماعة، ده بعد ما شطفته شطفة سريعة. هدعكه كويس قوي بالليمون واشطفه شطفة كمان. هتبصوا تلاقوا الريحة بتاعته تحفة، ومفهوش اي مزلقة خالص. معايا التوم بتاعي، ومعايا الكزبرة السلق بتوعي، يعني خلاص تمام. دلوقتي بشوف اللحمة بتاعتي لو كانت استوت، يبقى اقدر استخدم بقى الشوربة بتاعتها. وخلاص استوت، رجعتها على العين اللي ورا وطلعت القلقاس. طبعا عشان الشوربة كان فيها بقى حاجات كتير اللي احنا حطيناها، فلازم نصفيها عشان عايزة الشوربة صافية كده. حطيت القلقاس في حلة، وحطيت عليه شوربة تغطيه كويس، وهسيبه بقى يستوي. اول ما يغلي ههدي عليه، مش هياخد وقت خالص معانا. عايزه اقول لكم القلقاسيه المدوره دي يا جماعه بتبقى زي الزبده، وما بتاخدش وقت في التسويه، هم 5 دقايق. قطعت الخضره بالشكل ده، السلق مع الكزبره الخضراء، والثوم بتاعي جاهز. وزي ما انتم شايفين الثوم بتاعي في صوص سليمه، وهتفضل معايا سليمه.
دلوقتي هنحمر بقى السلق مع الكزبرة الخضراء بطريقة حلوة جدا. جبت طاسة عميقة، حطيت فيها معلقة سمنة كده كبيرة، ولما سخنت جدا نزلت بقى بالسلق والكزبرة ياخدوا طشة كده. ومحتاجين يا جماعة نحمرهم كويس، عارفين يعني ايه نحمرهم؟ نوصل بيهم للون الزيتي، وانها تكون يعني الخضرة نشفت كده معانا، ولما نمسكها بايدينا كده نبص نلاقيها يعني ممكن تتكسر معانا من كتر ما هي نشفت، بس ما تتحرقش. عشان نوصل لكده محتاجين شوية زيت زيادة، حطيت شوية زيت كمان. وطبعا كان المفروض ازود سمنة اكتر او زيت اكتر، بس طبعا احنا مش عايزة ازود دهون في الاكل اكتر من كده. فيعني قعدت كده اقلب فترة اطول شوية. لو زودت الدهون مش تاخد معاكي يعني وقت طويل في انها تقرمش معاكي او تتحمر التحميرة المطلوبة. وكنت بشوف القلقاس لقيته خلاص يعني استوى تقريبا، فطفيت عليه. ونزلت دلوقتي بفصوص الثوم. امتى بننزل بالثوم؟ لما خلاص يعني الخضرة بتاعتي بتبقى قربت تتحمر، عشان انا مش عايزة الثوم بتاعي ياخد لون ازيد من اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. في الوقت ده حابة تزودي معلقة سمنة كمان حلوة كده، هتحمر لك الموضوع ده بسرعة وتخليكي ما تاخديش وقت. ويعني زي ما انت عايزة تعملي اعملي. انا ما حبيتش احط دهون زيادة في الاكلة بصراحة، يعني عشان الاكلة تبقى خفيفة كده. وزي ما انتم شايفين انا كده وصلت بالسلق، شايفين اهو قرمش معايا ونشف، والثوم كمان خد اللون الذهبي. دلوقتي هجيبه واحطه في الهون. طبعا اللي عايز يعمله في الكبة يعمله، بس احلى حاجة والطريقة الاصلية طريقة امهاتنا كده هو الهون يا جماعة، بيدي طعم عايزة اقول لكم تاني خالص يعني. هندق كويس كده في الهون. لو هتعمليه في الكبة يبقى هتزوديه معلقتين شوربة وهتفرميه لغاية ما توصلي لنفس النتيجة دي يا جماعة. تأكدي ان هو ناعم معاكي جدا. ممكن تختبريه شوية تجيبيهم تحطيهم على الشوربة وتشوفي نعومته وصلت يعني قد ايه، تمام ولا تكملي. انا حطيته هنا في نفس الطاسة عشان عايزة اوريكم انا وصلته لايه. بصوا نعومته اهي تمام كده. القلقاس بتاعي استوى تقريبا 90% زي ما انتم شايفين. وولعت عليه بقى النار تاني، وحطيت بقى السلق بتاعي مع الكزبرة شوية بشوية. وزي ما انتم شايفين اللون اللي احنا واصلين له شكله ايه. محتاجة يعني السلق ده الخضرة يعني تغلي مع القلقاس غلوتين بس. كده كده القلقاس بتاعي خلاص استوى. اول ما يغلي كده، طبعا القلقاسية اللي بتبقى زي الزبدة دي يا جماعة ما بتستحملش، ما تقعدوش تخلوها تغلي كتير لغاية ما تتهري. فكده حلو جدا. خلاص طفيت عليها، ودلوقتي خلاص شايفين. عايزة اوريكم قد ايه القلقاس ماسك نفسه، بس في نفس الوقت طري زبدة. الطعم بتاعه بقى والريحة جنان يا جماعة. بنعمل معاه ايه؟ بنعمل معاه رز بشعرية، احلى حاجة بتليق معاه مع اللحمة الجميلة اللي كنا عاملينها. بصوا الجمال يا جماعة، والخضار والريحة بتاعتنا حلوة بجد. احلى اكلة في الشتاء. شايفين اللحمة مش محتاجين نحمرها خالص، هي متحمرة جاهزة. وده الرز بشعرية اللي انا عملته. وتعالوا بقى للحظة اللي بنستناها من اول ما نعمل الاكلة، ان احنا نحط بقى القلقاس بتاعنا وهو لسه سخن خالص كده مع الرز وهو سخن، ونبدأ بقى ندوق الأكلة بتاعتنا الجميلة. أي طريقة تانية للقلقاس يعني جربتيها؟ جربي الطريقة دي وقولي لي الفرق ما بين الطريقتين. قولي لي دي عجبتك ولا لأ. طعمها رهيب بطريقة يعني أصلية بجد، تحفة بجد. أنا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي. شكرا ليكم.